هددك وقالك هتجوز عليكي وانت افتكرتيه بيهزر؟ يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. الراجل ممكن يهزر مع مراته في اي حاجة في الدنيا الا سيرة الجواز، ولو جابلك سيرة الجواز بهزار وقالك انا ممكن في اي وقت اتجوز عليكي، يا اما اتجوز يا اما بيفكر يتجوز او بيجس نبضك عشان لما يجي يفكر. فساعتها لازم تشغلي دماغك وتشمشمي وراه وتجيبي اصل الموضوع بالظبط. الست الشاطرة من دول عين على جوزها وعين على البوتاجاز. الخايبة هي اللي تسيب له الحبل على الغارب وتسيبه يلعب بديله وترجع تقول الحقوني وشوفوا خيبتي. ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، ولو عودتيه على الغلط ممكن يسوق فيها. بات بره البيت مرة وانتي ما سألتيش امتى وليه وازاي، هيكررها تاني وتالت ورابع وهيقضي نص حياته بره البيت. ولو اتكلمتي بعدها وفتحتي بقك هيقولك في ايه، هي يعني اول مرة؟ وخدي بقى حجج. يقولك انا مرة بايت في الشغل، مرة كنت بايت مع عند ماما، مرة بايت مع اصحابي. ولو جه في يوم بهزار وجس نبضك وقالك انا هتجوز عليكي وانتي عملتي فيها البنت الشيك المسيطرة الواثقة في نفسها، هيكررها كل شوية ومش بعيد يهددك بيها بجد. البني ادم الطبيعي ما بيقولش الا اللي بيجي بباله، اللي فكر فيه قبل كده مرة واتنين وتلاتة. خدي بالك، الرجالة لما بتعمل موقف وتلاقيه عدى من غير كلام وتعليق بتكرره تاني، ولو كررتها بتبقى حاجة اتعودت عليها وبقت شغلة تفكيرها. وكونك انك ما عملتيش مشكلة وخدتي موقف لما قالك هتجوز عليكي، ولو ما اعتبرتيهاش اهانة ليكي هيسوق فيها لحد ما يجي يوم ما يبقاش خايف يقولها ولا يعبر عنها بجد او ينفذها اصلا. ويا سلام بقى لو جوزك اصلا من النوع الرجاله اللي 3/4 اليوم بيقضيه بره بيته. ما سالتيش نفسك الراجل اللي بيقضي يومه بره البيت بيقضيه ازاي؟ جربتي مره ما تبقيش خايبه وتسالي جوزك كل ده بيقعد بره البيت يعمل ايه؟ يا حبيبتي الراجل من دول طالما بيغيب كتير اكيد في حياته واحده ست، لانه اتعود على كده. اتولد لقى امه واخته في حياته، كبر لقى خطيبته وحبيبته في حياته، وبعد كده لقى مراته. تفتكري بات بره البيت يوم واتنين وتلاته هيكون بيعمل ايه يعني يا خيبتك؟ تلاقيه راح اتجوز التانية اللي كان بيهددك بيها وانتي من خيبتك افتكرتيه بيهزر. وفي حاجات خط احمر لا ينفع فيها هزار ولا ضحك. اعملي لنفسك شخصيه قويه وقيمه واعتبار، واوعي تسيبي حد يدوسلك على طرف او يهددك. ولو قالك انا هتجوز عليك التانية قولي له طب ثانيه واحده بقى، انا هسيب لك الشقه عشان ما تدورش للعروسه الجديده على شقه، وخدي ديلك في اسنانك وروحي عند مامتك. 90% من الرجاله في المواقف دي هيرجع يعتذر ويقولك انا كنت بهزر ومش قصدي اضايقك. واسمعي كلامي وصحصحي لنفسك ولجوزك بدل ما تبقي يا خيبتك بجد. وتابعيني انا بسنت النبراوي في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.